السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش ان احنا ابتدأنا في الأشهر الحرم. خلوا بالكم يا جماعة، أشهر حرم خلوا بالكم منها. تمام، هنزل فيديو بالتفصيل ان شاء الله نشرح فيها عشان نقترب أجمل أيام على قلبنا كلنا. طب تكاد تخلي الكشري في حتة تانية. أولا تقلي البصل في زيت الأول وتطلعيه، والزيت ده هو اللي بيستخدم في كل الليلة بتاعت الكشري. طيب العدس بجبة والحمص نقعيهم من بالليل يا ريت، أو قبلها بساعتين. تمام كده. طيب الكشري طب بيتكلف كتير؟ لا، عند العطار بيديكي باللي انت عايزاه، يعني ب10 ب20 ب30 على حسب اللي انت عايزاه. يعني لو عايزاها تكفي يومين معاكي، لو انت أسرة 4 أفراد أو 5، يبقى نص كيلو مكرونة ونص كيلو مكرونة من أي نوع تشكيل اللي انت حباها، اسباجيتي، قلم أو الصغيرة أيا كان. تمام. و10 اللي عدس بجبة، لا في عصرين بيدوا كده، بيدوا كده عادي. تمام كده. تسلق المكرونة طبعا في مية مغلية. طبعا احنا كلنا ما شاء الله ستات دي زي العسل، ربنا يدينا الصحة يا رب ويكتب لنا الأجر والثواب. تمام. تحطي الاتنين مع بعض في ميه تكون غزيره، بتغلي غلوتين كويسين، وبعد كده اطفي عليها وغطيها 10 دقايق بالكتير وصفيها، بتبقى زي العسل. طيب الرز بناخده شويه من الزيت بتاع البصل ونحطه فيه الشعريه تحمر، وبعد كده ننزل بيه بايه بالعدس بجبه. تمام كده. بننزل بيه، وبعد كده بننزل بالرز وبشوية الكمون وشوية الملح بتاعك، بتبقى زي العسل. البصل بتقطعيه بتحط عليه لا اما نشا لا اما دقيق، وفي ناس بتحط عليه الملح بس وبتعمله بيبقى كريسبي، بيبقى زي العسل. بس عشان يبقى كريسبي اكتر بتحطي عليه دقيق وتقلبيه مع شوية ملح وبتقليه في ايه، في الزيت، بيبقى زي العسل. ماشي تمام. هنيجي للدقة، لا او نيجي للصلصة الاول. الصلصة معلقة توم وترشيها بشوية، لما تحمر معك ترشيها بشوية خل وتنزلي بالصلصة بتاعتك. طب البهارات انا بحط 2 مرقة والكمون وشوية كزبرة صغيرين. ماشي. وبسيبيها تتقل شوية، ما تخليهاش خفيفة، تتقل. تمام. طيب دي اللي قدامكم دي طريقة ايه اللي هي الدقة يا ستي لما انت عايزاها تمام معاكي. فص توم او فصين تحطيهم بشوية زيت، الزيت بتاع البصل بكرر بيدي طعم حكاية. وبعد ما تصفي المكرونة حط شوية من زيت البصل وقلبيها حتى بتبقى يعني ايه مفرتكة كده عن بعض. بتحطي نص ازازة خل، نص كوباية خل وكوباية